بتتكلم جد؟ والله العظيم بالله عليك والله. اوعى تكون بتهزر. انا نظري تعبان والنبي وقلبي مش والله مستحمل. والله العظيم بجد. اهدي اهو استاذ محمد معاك اهو. والله انا ما شفتش فرحه بعد ما جوزي مات، والله دي اول حاجه تفرح قلبي. السلام عليكم. ازيك يا ام احمد؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ايه ده انت عرفت صوتي على طول؟ طبعا طبعا. عامله ايه؟ الحمد لله يا رب. السمع بدل النظر. فاكره اخر امنيه تمنيتيها ايه المره اللي فاتت؟ لو تتمني امنيتك ايه؟ نفسي ربنا يفرح قلبي بابني، وربنا يرزقه كده بالخلف الصالح. اللي هو مش ده اللي هو اللي هيفرح، ده اللي هيفرح قلبي. قلت لك ربنا يعني الستر والصحه، وربنا يفرح قلبي وابني ربنا يعوض عليه ويرزقه بالذريه الصالحه. فاكره يعني الموضوع ده؟ اه طبعا. طب صلي دي الحاجه اللي هتفرح قلبي وتفرح قلبه. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. سيدي النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. انا النهارده جايب لك مفاجاه حلوه. خير يا ابني. انا في حد دكتور جميل فاعل خير اسمه دكتور عبد اللطيف سويلم. ده من اكبر الدكاتره في مصر في النساء والولاده. ايوه. هو شاف الحلقه وقرر ان هو يتحمل كل الاجراءات بتاعه مرات ابنك، ولو في اي حاجه هيعملها لك. لا بتتكلم جد؟ والله العظيم. بالله عليك والله. اوعى تكون بتهزر. انا نظري تعبان والنبي وقلبي مش والله مستحمل. والله قلبي يا ابني مش مستحمل. والله بجد. والنهارده احنا جايين عشان نفرحك ونفرح مراتك. ربنا يفرح نكلمها قلبك دلوقتي يا على رب. الهوا وانت اللي تبلغيها بقى. ربنا يفرح كويس يا قلبك، شباب. ربنا يفرح قلبك زي ما هتفرحني وتفرحهم يا رب. الو يا احمد، بقول لك بطه جنبك اديها لي كده، هقول لها على حاجه هتفرحها بسرعه. لا انا مفيش حاجه يا ابني والله. اهدى اديني بطه بس بسرعه. سامعاني كويس؟ سامعاك يا ماما، ما تقلقينيش فيكي حاجه. طب بقول لك انت كان، لا يا حبيبتي انا كويسه. اهدي بس مفيش حاجه، انا كويسه يا حبيبتي. بص انا هقول لك على حاجه كويسه هتفرحني. بص انا عدى عليا كده واحد ابن حلال قوي، ها، اسمه الاستاذ محمد. ماشي يا بطه؟ سامعاني؟ وقال لي يا حاجه تتمني ايه او ايه اللي يفرحك يعني. قلت له ربنا يرزق ابني ويعوض عليه ويرزقه بالذريه الصالحه. فقال لي في دكتور يعني هو هيتبنى الحاله بتاعتكم. سامعاني يا بطه؟ ويعمل لكم حقن مجهري من غير اي مصاريف. بجد ولا بتهزري؟ والله بهزر ايه يا بطه؟ الحاجات دي فيها هزار والله بجد. بجد لو مدرس لازم. والله لا والله يا بنتي بجد. يلا خليهم يجهزوا واحنا نروح على طول دلوقتي. بقول لك ايه يا بطه؟ اجهزوا يلا نروح. بصي والله العظيم بجد. اهدي اهو استاذ محمد معاك اهو. والله السلام عليكم. اهو هيكلمك. السلام عليكم. ايه؟ الو عليكم السلام. ازيك عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله تمام. بص يا ستي، احنا يعني دي حاجه بسيطه كده، ربنا يكرم حد دكتور عبد اللطيف سويلم. انا مش عارفه اقول لك ايه والله العظيم. ولا تقولي لي حاجه، انا مش عارف الصوت باين ولا لا، ولكن عايز اقول لك يلا اجهزي وهنروح للدكتور، وربنا يكرم ان شاء الله يجعله ان شاء الله في ميزان حسنات الدكتور عبد اللطيف ونكون سبب في الحاجه. يلا احنا منتظرينك. انزلي بسرعه يا بطه انت واحمد لو سامعاني. ربنا يخليك، منتظرينك. يلا ماشي. طبعا كانت ام احمد صورنا معاها، حضرتك شفت الحلقه؟ ايوه شفت الحلقه. وهي كانت لها امنيه ان احمد متجوز بقى كام سنه؟ تعالى جنبي عشان المايك. ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. بقى لك كام سنه؟ 4 سنين. 4 سنين ان شاء الله. وربنا ايه ما لسه ما رزقش بقى. عينيا ان شاء الله. فطبعا حضرتك شفت الحلقه وقلنا ايه طبعا. يعني انت هتشوف بقى، نبدا معاهم من البدايه. هو احمد غالي عليها قوي بقى، فهي كانت ايه. بص يا حاجه، كل اللي هقدر عليه اعمله هعمله بامر الله تعالى ان شاء الله. وربنا يا رب يوفق ان شاء الله، وتحملي كده وتجيبي تخلي ام احمد جده ان شاء الله. زي الفل، المواعيد كويسه وبعدين 4 سنين ومفيش دقيقه سبب غير معلوم. ماشي، لانه الاشعاعات بتاعتك كويسه
والتحاليل برضه والتحاليل كويسه، بس هقول لك احنا ان شاء الله نعمل. لا احنا ممكن نبتدي بتلقيح صناعي، بس التلقيح الصناعي نسب نجاحه ما بين 15 و 20%، بس هو حاجه بسيطه ونبتدي. انت ما تحمليش هم التكلفه بتاتا، مالكيش دعوه باي حاجه، لا تلقيح ولا حقن. لو ربنا كرمنا وحصل حمل بالتلقيح خلاص، ونجربه مره ونشوف. اذا ما كانش يبقى من الشهر اللي بعده هعمل لك على طول حقن. ربنا يبارك لك. ماشي، وما تحمليش هم حاجه، وان شاء الله ربنا يكرمك. ربنا يكرمك، اهم حاجه ربنا يكرمك، وما تحمليش هم حاجه، والدنيا في والله فرحت قلبي. ربنا يا فيها رب كل خير، بس دعواتكم. ربنا يبارك لك يا دكتور. ربنا يبارك ان لك شاء يا الله رب. ان شاء الله. وانا مش هنوصيك طبعا، يعني انا عارف ان حضرتك بصي، اعتبر انه المكان ده مكانك، اعتبر ان انا يعني زي ابوكي وانت بتيجي، وما تحملش ده شرف لينا يا اي دكتور. حاجه. ده شرف لينا والله. شرف لينا. مكشر ليه؟ هتتسهل وتتيسر، هتتدبر، مفيش داعي تشيل هم وتفكر. ده كلنا في الحياة أسباب وحكمة ربنا اتعلم. مفيش رزق اتكتب في كتاب ما جاش في ميعاده فتبسم. بإيدك ايه غير انك تحمد وتشكر؟ ده متقدر. شكلك دعيتي كتير. والله انا بدعي في كل وقت، والله بدعي في كل وقت، في كل صلاه بدعي. دعاك يفتح لك الابواب، تفائل باللي جاي. بص احنا هنخلي العزومه الكبيره ان شاء الله، ان شاء الله لما ربنا يرزقنا ان شاء الله بضيف، واجي لك بقى في عقيده الطفل.